ريس يا ريس يا ريس، ايه؟ الراجل اللي انت بعت حنش عشان يقتله. معرفش يقتله صح؟ لا، عرف يقتله. ايه ازاي؟ مش عارفين، عمالين ندور عليه. متولي فين؟ جيبهولي. لو عرفت انك انت اللي ساعدته هقتلك يا متولي، عشان مفيش حد غيرك ممكن يساعده لغايه ما نلاقيه. خلي بالك على نفسك يا باشمهندس، يا باشمهندس. ايه؟ ابوك ايه بس يا باشمهندس؟ قوم. ايه الجروح دي؟ اي، الجروح دي انت مش فاكر ايه اللي حصل؟ لا، انا اخر حاجه فاكرها انه حد كان بيوجه مسدس عليا. انا جاي لقيتك سايح في دمك. طب ما كانش في حد تاني معايا؟ لا، انا لازم امشي، انا لازم امشي. ايه ده؟ انت مش هتقدر تمشي لغايه ما تخف. هو انت دكتور؟ بس بالطريق. ايه يعني ايه؟ نسيبنا من حبظهم دلوقتي ونروح للنقيب اسماعيل. مفيش اخبار عن حنش؟ لا يا باشا. تمام ماشي، شكرا يا عسكري. هجيبك يا حنش، هجيبك حتى لو كنت في اخر الدنيا، هجيبك. انت اهلك عايشين؟ على ما اظن يعني ايه؟ مش مهم، مش مهم. طب يلا عشان نقوم نتغدى. ايه؟ عندي سؤال معلش. قول. انت اسمك ايه؟ فتحي. شكرا على اللي انت بتعمله معايا. على ايه بس يا ابني؟ انك بتساعدني وانت ما تعرفنيش اصلا. ليه صحيح؟ ليه ممكن تساعد حد شبهي؟ حد يعني حد انت لاقيه في الشارع ممكن يضرك. ليه؟ مش لازم تعرف. معاك حق والله. نسيبنا من حواظلم ونروح لمتولي. الغبي كان هيموت له. الغبي كان هيموت له. حواظلم كان قاعد سرحان، دخل عليه الحاج فتحي وقال له انه يقدر يشيل البتاع اللي على عينه دي. هو انا صراحه مش فاكر اسمها ايه، يعني مش مهم، عدوا الليله يعني. المهم لما شالها حواظلم ما صدقش انه هيبقى متعلم عليه، وشكل عينه بقت بايظه. الحاج فتحي قال له انه ما كانش في حاجه يقدر يعملها، ما كانش في حاجه في ايده يقدر يعملها. حواظلم قعد يفكر انه يمشي بكره. حواظلم قال لحاج فتحي كده، بس الحاج فتحي اتعصب وقعد يزعق ويقول له انه مش هينفع، لازم يخف الاول. بس حواظلم قال له انه لازم يقابل شخص معين. انا انا حواظلم، انا جاي بكره. ده اللي حواظلم قاله لرئيس العصابه. رئيس العصابه اتعصب وقال له انه بتهدده. حواظلم قال له فرئيس العصابه قال له انه مستنيه. فتحي كان واقف. خلاص يعني هتمشي؟ ده اللي قاله حاج فتحي لحواظلم من غير حتى ما تخف. حواظلم قال له معلش انا لازم امشي، لازم امشي، بس قبل ما امشي ممكن هدوم. لا، الحاج فتحي اداله طقم وقال له ان ده طقم كان بيحب يلبسه هو زمان. حواظلم لبس وكان استشيك وشكله كان حلو وودع الحاج فتحي. بس الحاج فتحي سكت وناداه واداله المسدس اللي كان معاه. حواظلم راح وقابل رئيس العصابه ودنبل وحنبل. اهلا بيك يا حنش، ده اللي قاله رئيس العصابه. حواظلم قال له اهلا بكل تناكه. دنبل اتعصب وقال له انه يتكلم عادل يالا. حواظلم قال له مالكش دعوه يالا يا تابع. دنبل اتعصب وكان لسه هيقوم يضربه. رئيس العصابه سكته وقال له اهدى شويه، انت عايز ايه؟ ده اللي قاله. حواظلم رد عليه وقال له ميت. رئيس العصابه ما فهمش فقال له نعم. حواظلم قال له عايزك ميت. حواظلم طلع المسدس، الضربه جت في كتفه. رئيس العصابه وقع. رئيس العصابه وهو باصص لحواظلم، حواظلم باصص له قال له اول طلقه